سؤالنا في الفريق الاستقلالي اليوم يهم الخطوط العريضة لمقاربتكم لإصلاح منظومة التربية والتعليم في بلادنا، وكذلك الإجراءات التي اتخذتموها أو التي عقدتم العزم على اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذه المقاربة، تغييرا لواقع مزعج ولملمة لشظايا منظومة أثبتت التجربة تصدعها على أكثر من مستوى. شكرا السيد الوزير. شكرا السيد المستشار. كلمة. شكرا السيد الرئيس على السيد الوزير على المعطيات التي وفيتنا بها، وانا في الواقع قاسمك في مساله ضيق الوقت، والطبيعي بان الخوض في امر ضخم حساس مصيري كامر الاصلاح لا يمكن ان يستقيم، ويصعب تقليب الموضوع على كافه جوانبه فقط في 3 دقائق هي كل عمر سؤال شفهي، لان الامر ليس بالدقيق المدخول كما يقال، ولكن هذا ملف شائك عجزت حكومات وحكومات عن حله. ولكن اليوم الدافع وراء بسطنا لهذا السؤال هو طمأنة الملايين من المغاربه، امهات، اباء، تلاميذ، اولياء تلاميذ، وكل المتتبعين للشأن التربوي والتعليمي في بلادي، واللي بصدق السيد الوزير يئسوا من الاصلاح كما يئس الكفار من اصحاب القبور. اليوم الاصلاح مساله حتميه فوريه لا تحتمل اي ابطاء، ولكن ماشي باي شكل وماشي باي كلفه، ملايير الدراهم صرفت دون جدوى. واليوم كنسمعوا في اطار كابوس المخطط الاستعجالي ان هناك تحويلات لمجموعه من الحسابات البنكيه، هذا امر يجب التدقيق فيه. سيد الوزير، سمعنا عن تأهيل الفضاءات المدرسية وعن تجميل الحجرات إلى آخره، عن طريق تغيير الكراسي الخشبية، عن طريق الطلاء والصباغة. خليني نقول لك السيد الوزير بأن الصباغة مهما بلغت جودتها ومهما بلغت صلابة تركيبتها الكيميائية لا يمكن أن تصمد طويلا، غيجي واحد الوقت وتقشر. لذلك ندعوكم إلى أن تستثمروا فيما يمكن أن تصمد قشرته وما يمكن أن يصمد جوهره ولبه إلى ما شاء الله. استثمروا في العقول، في البرامج كما قلتم، اجعلوها تخاطب الملكات، تفجر الطاقات، تستفز القدرات، تغري بالمتابعه والتحصيل. استثمروا في الاسره التربويه، في تكوينها، في ظروف معيشتها، في ظروف اشتغالها. دشنوا اصلاحكم بمصالحه حقيقيه لهذه الاسره مع الذات، معكم كوزاره وصيه، مع المنظومه بشكل عام. حققوا مصالحه ديال الاباء وديال التلاميذ مع المنظومه ومع الاسره التربويه. ضمنوا انخراط الجميع السيد الوزير في هذا الاصلاح. انخراط الجميع ما يمكن تضمنوه الا بتجاوز واحد المعجن خشبي باهت تقليدي للتواصل حول موضوع الاصلاح. التعليم امانه ثقيله واصلاحها امانه اثقل على الراغب في حملها والمقبل عليها ان يقتنع وان يعي بالحمل وبالوزر وبالتبعات، والا فعليه ان يعطي القوس بالغا. شكرا السيد الوزير.